السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أعزائي وأحبائي المشتركين بالقناة وهواة جمع العملة والمشتركين الجدد. معاكم عبد الفتاح مليم، قناة العملات المعدنية القديمة والنادرة. النهاردة معانا عملة من النوادر الغالية، عملة 2 ريال إيراني للشاه محمد رضا بهلوي، وهي عملة غير متواجدة ومرغوبة للهواة. والشاه محمد رضا بهلوي له حكايات غريبة، فهو حكم إيران 37 سنة، من سنة 1949 إلى قيام الثورة الإيرانية سنة 1979. تزوج من الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد الأول ملك مصر، ثم طلقها بعد أن أنجب منها ابنته شاهناز بهلول، وحدث خلاف بين إيران ومصر بسبب هذا الطلاق. وقد قام الشاه محمد رضا بهلوي بنقل جثمان والده رضا بهلوي الذي كان مدفونا في مصر في المقابر الملكية بالجامع الرفاعي بالقاهرة إلى إيران. ومن عجائب هذا الملك إنه أقام أعظم حفلة في التاريخ من حيث التكلفة، والتي قدرها المؤرخون بمليار دولار سنة 1971. وقد كانت هذه الحفلة الشرارة التي أعطت الفرصة لمعارضيه بالقيام بالثورة وخلعه سنة 1979 وخروجه من إيران. ولم ترغب أي دولة في العالم باستقباله إلا مصر والرئيس السادات، إلى أن توفى ودفن بنفس القبر الملكي الذي أخرج منه والده رضا بهلوي. ويا رب الفيديو يعجبكم.